بعد المكان بس مش ده الكائن. الوقت مش ثابت، العقول هتتشت وتضايع، احنا مش لوحدنا. كان في ناس جايين من المستقبل بعيد عن علما ان احنا مش في الزمان ده. تحس انهم في كل مكان، في الهوا في الجدران، انفاسهم حوالينا بيشوفونا بس احنا مش شايفانهم. الابعاد متشابكة والاسرار مرمية زي الشظايا، كل خطوة منهم بتخلينا ندور، كل لحظة بتبقى متشابكة. الديمون مش بس شايفينهم لكن هم موجودين في السماء في الارض، في العيون اللي مش شايفين، مش بس مخلوقات، دول افكار جاية من البعد بيلعبوا في عقولنا عايزيننا نشوف الحقيقة. كل يوم بنعيش وبيكبر السؤال في دماغي، هل احنا كلنا مجرد تجارب ولا ده كان متعمد؟ الاشياء بتتغير حوالينا بشكل مش طبيعي، ده ما وصلش للعقل، ده مش ممكن، مش منطقي. بيجيبوا الضوء من الظلام عايزين يغيروا الابصار، احنا بنحاول نوقفهم بس خوفنا من غير قرار. لكن الجواب مش في عقلنا، الجواب في الضوء اللي حوالينا. مش لازم نفهم كل حاجة بس لازم نواجههم. القدمون مش بس شايفينهم لكن هم موجودين في السماء في الارض، في العيون اللي مش شايفين، مش بس مخلوقات، دول افكار جاية من البعد بيلعبوا في عقولنا عايزيننا نشوف الحقيقة. كل ما كان في علامات ليها معاني مش ظاهرة، الحجارة بتحكي والمياه بتدينا اشارات. الناس اللي شايفينهم بيقولوا دي اشاعات لكن احنا حسينا بيهم وعرفنا فين الحقيقة. الزمن مش خط مستقيم كلنا بنتواجه، اللي جايين دول مش هيرحوا فيهم قوة كبيرة، محتاجين نفهمهم قبل ما نضيع نكون من الماضي على المستقبل عشان نقدر نختارنا نغير المسار ونبني الجديد. الديمون مش بس شايفينهم لكن هم موجودين في السماء في الارض، في العيون اللي مش شايفين، مش بس مخلوقات، دول افكار جاية من البعد بيلعبوا في عقولنا عايزيننا نشوف الحقيقة. I